لما بتشوف حد وتبدأ تحس بنغزة كده بدأت إن هي تزغزغ قلبك من ناحيته، نغزة إيجابية طبعا. في الغالب أنت بتعدي على 3 مراحل، ده لو حضرتك إنسان طبيعي سوي. مرحلة اسمها القبول، يليها مرحلة اسمها الإعجاب، يليها مرحلة اسمها الحب. ده الترتيب الطبيعي اللي أنت لأن حضرتك سوي فأنت شخصيا بتمشي بهذا الترتيب. طيب غيرك بقى اللي عندهم مشاكل، في عندنا صنفين من البشر. بني آدم بيدخل كده في مرحلة القبول وما بيحصلش التشعيرة اللي بعد كده، يقف عند القبول، ولا في إعجاب ولا في حب. وفي صنف تاني خالص نلاقي ان هو دخل على الحب مباشرة. كلا الصنفين اللي انا ذكرت شكل الانفعال العاطفي بتاعهم عندهم اضطرابات عاطفية ونفسية. حد قلبه ما بيشتغلش خالص، وحد قلبه بس اللي بيشتغل. وهذان الصنفان يجب ان هم يعملوا تعديل لمنظومة الانفعالات العاطفية بتاعتهم. الصنف الاولاني اللي هو بيتوقف ويكتفي بمرحلة القبول محتاج ان هو يعمل انشطة عاطفية، انشطة تشغل مشاعره اكتر من كده، انشطة تشغل عنده الرحمة، الشفقة، الحب، الامتنان، الود، الإحسان. يدور على أنشطة فردية وجماعية تشغل عنده شوية مشاعر، لأن في حالة تيبس في المشاعر، عدد نبضات القلب بتاعته أقل من الطبيعي. صاحبنا التاني بقى، صاحبنا التاني ده قصته قصة. حد عنده أرض فاضية هنا وعلى طول عايز يبنيها، بس عايز يبنيها من غير عواميد، عايز يدخل على الديكورات على طول، مع إن الموضوع ليه ترتيب زي ما اتفقنا من شوية. وده أشبه ما يكون بمرض التعلق المرضي، اللي هو فاكر نفسه بيحب لكن هو ما بيحبش ولا حاجه. عنده فراغ نفسي عقلي عاطفي بيملاه باي حد سلام عليكم يعدي كده من قدامه، اي حد يقول له صباح الخير. وده بقى محتاج العكس تماما، ده محتاج ان هو يشتغل على ان هو الوعي عنده يزيد، قدر المعرفه بتاعه لازم يكون غني اكتر من كده، قدر الاعمال العقلي يكون ازيد بكتير فيتغلب على الاعمال العاطفي الزائد جدا عن الحد. يقرا كتير، يتثقف، يروح ندوات، يحضر كورسات مرتبطه بالارشاد الزواجي. المهم ان هو يشتغل على الوعي المعرفي فيزيد، فالناحيه التانيه تقل وتنكمش، وهو المطلوب. لو ظبطنا الشخصين دول وصلنا ان الوعي والمعرفة والانفعال العاطفي كلاهما اصبح في التمام والصميم. ويا رب يا رب ولا نحب بس ولا ما نحبش. اشوف دايما حضرتك على خير. سلام.